بعد سنين غربة كتير ما ترجعش فاضي اليد وفاضي الدماغ. ما ترجعش زي ما طلعت من كام سنة. ليه بقى؟ لأنه انت لو رجعت فاضي اليد معكش حاجة تستند عليها اللي هي نقول الفلوس، ورجعت فاضي الدماغ ما تعلمتش اي حاجة، ما طورتش مهاراتك، ما تطورتش في اي حاجة بنفس العقلية وبنفس المنتاليتي وبنفس الدماغ اللي انت طلعت بيها بقالك 5 سنين ولا 10 سنين ولا 20 سنة ولا سنة واحدة، تبقى انت طالع بلا هدف. يبقى انت طالع وراجع خسران. يبقى انت راجع خسران، انت ما عملتش حاجة، انت حرقت وقتك على الفاضي. حرام عليك لو قعدت سنين ضيعتها من عمرك في الغربة وانت ايد ورا وايد قدام. ما ترجعش فاضي الايد ولا فاضي الدماغ. الدماغ لازم تكون اتغيرت. انت اتعاملت مع شعوب وثقافات، وتعاملت مع جنسيات، وتعاملت مع ناس لهم ثقافة ولهم حياة ولهم اسلوب ولهم طريقة مختلفة تماما عن الطريقة اللي انت اتربيت واتعودت وعشت وسط الناس في بلدك بيها. فانت هنا اكتسبت خبرات حياتية، اكتسبت خبرات عملية، واكتسبت فلوس. فارجع بعد 5 أو 10 أو 20 أو حتى سنة واحدة ايدك فيها حتى لو القليل، وارجع بدماغ طورت، ارجع بعقلية أفضل، ارجع بدماغ تقدر تتعايش مع وضعك الجديد لما ترجع تستقر. لكن لو رجعت بنفس العقلية بتاعتك وبنفس الدماغ، يبقى انت الغربة للأسف ما ضفتلكش أي حاجة. يبقى انت كان الأفضل ليك تقعد في بلدك ما تطلعش. انت حرقت سنين على الفاضي. دماغك هي اللي هتخليك فيما بعد تعرف تشتغل، تعرف فيما بعد تعرف تتعامل، تعرف تفتح مصلحة، تعرف تدخل شغل جديد، تعرف تروح تتعامل وتعرف تعمل علاقات جديدة، تعرف تبني حياة تانية في بلدك. لكن دماغك إياك تبقى قافلها، إياك تعمل دماغك كأنه بأفكارك وبعقليتك كأنها صنم مقفول مش عايز يتفتح. صنم خلاص انت قافل فكرك وقافل عقلك وشايف انك انت صح، وما مش قابل ولا اي معلومة ولا اي تطور ولا اي فكرة من بره. سنين عدت عليك هباء، سنين انت ما طورتش نفسك، انت ما اتعلمتش، انت دماغك ما حدش، دماغك لسه عايشة على قديمه. بعد ما ترجع هتتفاجئ انك انت مش عارف تتعايش، هتتفاجئ انه دماغك لسه صغيرة، تفكيرك لسه ما نضجش. حاول توسع مداركك. لازم 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 لما ترجع بعد الغربة تبقى في ايدك شيء وفي عقلك اشياء. لازم الدماغ هنا تبقى مختلفة. طورت، بتقرأ، بتتفرج على بودكاستات، شوية اتطورت في البيزنس، شوية اتطورت في العلاقات. لازم يكون اتضاف لك اشياء واتضاف لك خبرات واتضافت لك حاجات تنفعك فيما بعد. ما تقوليش انا قعدت 5 و10 سنين وراجع بنفس الفكر بتاع زمان، بنفس الفكر اللي انت مش بتاع زمان، بنفس الفكر اللي انت طلعت منه. حرام عليك، انت استفدت ايه؟ ولا حاجة. فنصيحة من دهب للي عايز يفهم واللي عايز يغير. بعد سنين الواحد قضاها هنا، حاول لما ترجع ما ينفعش ترجع بنفس الدماغ، ما ينفعش ترجع بنفس العقلية، ما ينفعش ترجع من غير ما تكون اتطورت. لازم يكون سنك اللي كبر في الغربة نضج معاه عقلك، وبقيت توزن الأمور، وبقيت متفتح أكتر، وبقيت شايف ثقافات مختلفة، وبقيت متقبل أكتر، وبقيت بتفكر وتدرس وبتحاول دايما تتعلم ودايما تطور من نفسك. ما تبقاش في نفس المكان، ما ترجعش بعد سنين كتير لنفس الخطوة. حرام عليك. السلام عليكم.